اهلا بيكم في قناتكم كاس الشطرنج. النهارده دروب الجديد نتعلم منه زي ما بقول كل مره لغايه ما زهقتوا مني. اوبننج ميد جيم اند جيم. تعالوا نشوف نعمل كاستم ونحاول نشوف واحد ايه تقييم عالي شويه. كاستم لو ما جيش هنلعب واحد تقييم عنده خالص، يعني هنلعب رابد زي ما تيجي بقى، اي واحد 2300 2200 2400 2600 حتى زي ما تيجي معانا. مش هنلعب على طول على طول. واحد 2421 تقييم هو كويس برضه مش وحش. طبعا كاروكان انا كسبته قبل كده الواد ده على فكره. نلعب سي 5. طبعا توكل سي 5 دي مش معروفه قوي، بس ايه، ناس كتير بالابيض ما تعرفهاش، يعني ناس كتير بالابيض مش حافظين التفرقه دي، حافظين هم اللعبه التفرقه العاديه اللي هي دي، يعني دي اللي معروفه يعني. ممكن يعني اكل على طول والعب حاجه زي كده، بس هو طبعا غير في التفرقه طبعا كده انا يعتبر دوري كويس يعني. ابدا على طول خلاص بقى، مش مشكله بقى خلاص. العمليه ايه، ممكن اكل والعب اطلع كده بالحصان عادي جدا وخلاص. لو اجيب الفيل في وشي هلعب دي او بالفيل. ممكن العب حاجه زي كده عشان خاطر ايه، حصان ده ميجيش هنا على طول كده. عشان ما يتعبنيش معاه. افكار رخ واحد بي 5. اطلع حصان كده هو خلاص بقى براحتي. لو اكل رخ عادي جدا واجيب لف رخ كده عليه، طريق بدأ هنا ببلاش كده يعني. بس اجيب حصان هنا بقى دلوقتي خلاص، مربع ده حلو، بضغط على البدأ ده واجيب وزير هنا برضه. بس طبعا خلي بالكم دي ملعبهاش على طول، انا بقى عندي حصان كده ببلاش. ياكل حصان، لازم كل حاجه لها ترتيب مقالات صح يعني. اكل خلاص هو كده كويس. تروح حاجه زي كده هدا. أنا ممكن العب جي 5 على طول على فكره يعني. جي 5 كويس، يربط لي البيت اجي هنا على طول مش مشكله. جي 5 كذا افتح الدور. عايز اكل. طبعا لو كان ربط لي البيضة او هنا هلعب رخ ايه جي 6. خلاص تاكل اكل اكل وخلاص، فتحت الدور على الكعب. دي منطقية، همشي كده عادي جدا يعني. عايز اكل كده برضه. هات وزيرك. ممكن اكل بالوزير. قصة معايا بدأت ضعيف. ممكن، مش وحش الكلام ده، مش وحش. هات ده بعد كده يبقى عندي ايه، اتش 4. اتش 4 دي اعتقد يعني ممكن العب حاجة زي كده كمان. كينج. ممكن العب دلوقتي دي. اتش 4 كويسة برضه. اتش 4 كويسة. الطالب دي خلي بالكم، واجيب الرخ التانية هنا او هنا. هاكل كده باظ الباقي الاول، خلينا بقى ضعيف واجوز له عليه. نعمل دي كده. نروح حاجة زي كده. نروح حاجة زي كده دلوقتي. مش عارف كده تشوف ايه يعني، ممكن احنا نعمل شغل كويس.
ممكن عبد دلوقتي هتتبدأ. شوف يحمي ازاي. ممكن يحمي بالرخ. أثر معاه. ميقدرش ياكل، ميقدرش يلعب بالرخ دي. ياكل على طول. لو أكل طبعا ميقدرش ياكل بيض، ياكل بالحصان يخسر البدأ ده. طبعا يبقى عنده كش هنا. يبقى في لعب كتير برضه في الموقف ده. وحماه على طول راح دماغه. نروح حصانك كده ممكن. وأتلف كده على البدأ. بس ممكن ألعب حاجة زي كده دلوقتي. بس مش صح. هاكل ده بكش. بكش على طول. بس طبعا ايه لازم أحمي البدأ ده الأول. يقع التعادل. اكل دبكش. ياكل 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 ياكل. بعد كده يديني كش تحت. يعني اكل كده. اكل بكش. ياكل. اجباري. ياكل ياكل ياكل. يديني كش تحت. امشي بالملك ياكل ده مني. بس اجي اخد ده برضه منه. معاه بدأ ساكن في النص. الستور هيبقى صعب. ممكن امشي بالملك كده خلي بالكم. بس يجي يحمي البدأ ده. احنا هنكسب. عايز اكسب الدور. يعني دوري كويس مش وحش. هيجي يحمي البدأ خلاص. يبقى كده ايه. ما عندوش حاجة. ابتدي بقى الف رخاخي والعب معاه. اعتقد يعني. مش كل واحد يقعد عليك تعادل في موقف مثلا. انت فيك معاك سن التفوق. انت اللي بقى تقرر. يعني انا في الموقف ده هقرر. ممكن كنت اخلص وياخد ده مني والدور يبقى صعب. برضه هو ساب لي الدنيا كده. اخد بكش خلاص بقى. اخد كده. كده خدت بدأ ايه ببلاش. طبعا لازم ياكل. ما يقدرش ما ياكلش حاجه يخسر الحصان. فياكل كسرني. بدأ ضعيف. بس بقى مفيش الكلام ده. بس خلاص انا كده بكسب الدور بمنتهى البساطه. معايا بدأ زياده سالك. خلاص دور سهل ما يطولش. زي الفل. ده زياده خلاص سالك. عنده بدأ ضعيف. بدأ ضعيف. خلاص كده احميه كده خلاص. الدنيا سهله. خش ملك كده. هدا. عندي بدأ سالك. بس طبعا عايزين نشوف برضو ايه. يعني كان في حاجات افضل عندنا في هنشوف. هو كده خلاص بيلعب حلاوة روح. يعني ما عندوش اي حاجة طبعا تذكر. انا هلعب ممكن العب انتقالات انتظارية كده شوية. عادي جدا. ممكن الف الملك خلي بالكم كده. كده. هو فاكرني كده انا هاخد تعادل. طبعا ما يعرفش الفكرة اللي جاية. المصيبة اللي هي عليه. ان انا هي هنا في هنا في هنا. طبعا لو بعد ده خلاص. كده رقيته انا كده خلاص. كده رقيته. سهل. شوف الدور. نحلل الدور كده. انا شايف في حاجات برضو كان عندي افضل من كده شويه. طبعا هو لعب هنا طبعا تال فيريشن اللي معروفه. دي لعبها تال لما كان بيلعب بتفنك في بطولة العالم. فاخترع اللقنه دي. ما كانتش موجوده اصلا. سي 5 هنا بقى مش موجوده في اول 5 نقلات. سي 5 في تفوق واحد على طول الابيض. بياكل. طبعا هو اول نقله المفروض ياكل. ده المفروض هو النقله الخامسه. خد دور ايه. خدت دور تعادل. ايكوال كده. طبعا انا اكلت. طبعا مش احسن حاجه الاكل. بيقول لك العب ان سي 6 برضه. يعني نفس التفاهه هي العبها. انا اكلت. لعبت اي 6 نقله تالته. بيقول لك العب برضه ان سي 6. لعبت اتش 5. اتش 5 دي النقله الثانيه. مش وحشه. هو برضه خلي بالكم طلب حاجه زي كده. طلع بالحصان. طلعت بالبيضه. كسرني. اكل عطل طبعا عادي جدا. طلعت بالحصان عادي جدا. مفيش مشاكل. لعبت اي 6 طبعا مش احسن حاجه. المفروض العب حاجه زي كده دلوقتي في الموقف ده. في دي على طول يعني كده في كده. لعبت كده. ربطني. طلب وزير. قلت له هكسرني. ما كسرش.
هنا بيقول لك كل كده عادي، بس ممكن ياكل بالحصان على فكره يعني. لعبت كده طبعا اكلت. جي 3 دي اجباري على فكره، مفيش غيرها هنطلب منه بدأ. لعبت رخ، لعبت جي 5 على طول، مش احسن حاجه يعني. بيقول لك هنا ارجع بالرخ تاني ورا، مش عارف. انا لعبت جي 5 ان انا اقول على الانجن دلوقتي يعني، بعد تحليل شويه تفكير ان انا اقول على الانجن. طبعا لعب دي لعبت رخ جي 6 اكلت كسرت كده معاه. طبعا هو بيقول لك امشي ما تكسرش، هو طبعا كسر. اكلت عم بدأ ضعيف ان هو وعنده هجوم على الملك. طبعا دول برضو يعتبر ايكوال يعني. اتش 4 مشي بالملك، اكل مشيت بالملك. ده كله تفوق ليا لغايه دلوقتي، بس تفوق طفيف جدا يعني. جوزت على البدء ده طبعا مش لازم، انا عايز العب حاجه زي كده. مشي بالرخ عادي جدا. لعبت دي مشي بالرخ هنا في واحد، دخلت بالرخ عايز الحصان، جه حماه جوزت عليه. لعب طبعا ملاش اي ست لازمه، طبعا دي فخه خلي بالكم، انا لو كنت كده مش صح، بس هو حاطينها النقله التالتة على الانجن. بس مع تفوق برضه طفيف. انا لعبت دي بمنتهى البساطه، عايز اكل كده على طول، هو معبرنيش. لعب بيفوق كده خلاص، خلصت بدأ صافي. اكلت خلاص. جيت في وشه طبعا اجباري، طبعا اكلت. هنا ما ياكلش بقى، المفروض يمشي يلعب كده، يلعب حاجه زي كده. طبعا برضه دول خساره ان هو عندي كش حاجه زي كده، خد ده برضه. فكده خلاص تفوق 4 ودوس سهل. هو طبعا اكل ريحنا خالص. اكلت خلاص. بدأ سالك من هنا، هلف هنا بالملك اخد البدأ التاني، مفيش اي مشاكل. دول طبعا سهل جدا. بس طبعا هو مش شايف الفكره، طبعا دخل كده خلاص، راح ايه زود التفوق. طب انا كنت استفدته يا جماعه. كاروكان دفاع محترم طبعا، مش بقول لك عشان تلعبه، كل واحد بيبقى ليه ستايل. في ناس تبقى ستايلها يحب اللعب المفتوح، يلعب حاجه زي سيسيليان، يلعب دفاعات مفتوحه، يلعب سكندنافي على طول كده. لكن انا بقول لك حاجات. الكاروكان من الدفاعات الصلبه، وابطال العالم بيلعبوه. فيروزا بيلعبوا، كارلوس بيلعبوا، كذا لاعب كذا لاعب يعني، كذا لاعب ابطال العالم بيلعبوه. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وصلوا كل جديد. سلام.